أظن أن أي من المشاهدين بيروا المسؤول أو المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية على شاشة التلفزيون المصري اليوم، ينبغي أن يتوقع أن أسأل ذلك السؤال: لماذا أحكام الإعدام على المصريين في ليبيا؟ هي إيه الحكاية؟ هي مشكلة ليبية مع المصريين أم مشكلة ليبيين مصريين في ليبيا؟ فين؟ والله شوف، هو هناك على الأرض الليبية أكثر من 2 مليون مواطن مصري. هؤلاء أكيد فيهم المحترمين وفيهم الدكاترة وفيهم الناس الملتزمة وفيهم أكيد فيهم اللصوص وفيهم المجرمين. أحكام الإعدام صدرت وهذا أمر طبيعي من خلال يحصل شجار ويؤسفني أن أقول بأن معظم الحوادث التي حصلت بين مصريين ومصريين، حالات استثنائية معهم، يمكن حالة واحدة أو 2 منهم ليبيين، وأخرى أعتقد بين مصري وجزائري. وهذه مرت بأحكام ومرت بمرافعات ومرت بحامين وصدرت بالأسف برضو من سنوات يعني، ونحاول نحن ونصارع. احنا طبعا قانوننا نستبده من الشريعة الإسلامية ومن القرآن الكريم، ونحن نحاول إذا ما يعني أهل الدم قبلوا بالدية، فنحن نعمل على أن ننجز هذا بين حاولنا كثيرا وعبر اتصالات، والخارجية المصرية بذلت جهد تشكر عليه، والسفارة المصرية في طرابلس أيضا بذلت جهد، وأهالي هؤلاء. لكنني أندهش عندما أقرأ في الصحف المصرية هناك من يدافع أن قتل المصريين في ليبيا وإعدامات في ليبيا حقيقة شيء مذهل. هل تدافعون عن المجرم أو تدافعون عن الضحية؟ ماذا تقول أسرة شخص مصري قطعت جثته وأمه تسمع هذا الكلام؟ هناك من يدافع عن المجرم الذي قتل ابنها. يعني شيء ما لا أفهم. طب خلينا عشان هذا جانب. الجانب الثاني، ألا يوجد أنتم اللي يقتل في مصر بتدوا له شوكولاتة؟ يعني مش معقول هذا الكلام، يعني حتى عيب قبل الإعدام. مش معقول يعني هذا الكلام، هذا شيء مؤلم ويؤسفني أن أقرأه في بعض الصحف. لا، ولكم القصاص حياة يا أولاد. خليني أسأل مجموعة هذه قوانين ومحامين، وليست الجرائم لا هي سياسية ولا هي وراها. خلينا عشان أنت قلت مجموعة حقائق عايز أتوقف أمامها للتفسير. عدد المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا تقريبا قد إيه وفقا للمعلومات المتاحة لديك؟ والله في العشرينات، لا أذكر الرقم 57 يعني. الآن عاد منهم كثيرين في الإعفاء الأخير، في العفو الأخير. ليس عفو في الأحكام الإعدام، ليس فيها عفو. ما لم تحصل تسويات. حصلت تسويات وتصالحت. هو كان العدد 57 أظن، العدد اللي كان مقرر في البداية. لا لم يصل هذا العدد. لم يصل 57. لم يصل هذا العدد. أنت فاكر يمكن بلد ثانية؟ لا الأرقام اللي عندي بتقول 57 اللي نشر في الصحافة. لا للأسف 57 أقل من 57. لا أقل بكثير. الجرائم معظمها كما ذكرت جرائم ضد ليبيين أم ضد مصريين أم ضد، أنا أحاول أن أفسر. الغالبية مصري على مصري. مصري ضد مصري. وهذا موجود ونشر. أنا قرأت في إحدى الصحف المصرية أعتقد جمهورية نشرت مشكورة هذه الأشياء بالتفاصيل، وهذا شيء مهم جدا يقرأه الإخوان في مصر حتى لا ينساقوا وراء ما يكتب. طيب النظام القانوني في ليبيا أين موقع الدفاع فيه؟ وهل يسمح بوجود محامين من بلد خارج ليبيا؟ حتى من الصين أو من هونولولو، من يرى أنه ظلم يأتي بمحاميه إن شاء الله من المريخ. هو حر. وهذه القضايا مؤجلة، هي أصلا مؤجلة، إحنا أجلناها. إحنا مفروض في قضايا من التسعينات، أنا 98 و2000 و2000. طبعا. طيب هل غيرتم قانون الدية؟ أنا بس يعني ما أود قوله أن قرأت وعلمت أنك أنت شخصيا في مرحلة من المراحل هناك من لم يتمكن من دفع الدية، وأنت بشكل شخصي قمت بدفع الدية عنه وإعادته إلى أهله رغم أنه قاتل في النهاية، ولكن كان هناك قبول من الطرف الآخر. هل غيرتم أنتم إجراءات دفع الدية؟ هل هناك تغيير تعقيد في هذه المسألة في القانون الليبي؟ ليس هناك تعقيد، هناك حق عام وحق خاص. كويس. عندما يتصالح تصبح الدولة في حل من الإعدام وتستطيع أن تسقط الحكم أو تؤجله أو ترحله لبلده، أو تصبح المسألة سهلة يعني. ليست بهذا التعقيد. هي العقدة أن احنا نص صريح
في القرآن في هذا الموضوع نحن لا نستطيع أن نتجاوزه، وإنما نسير عليه. إذا هذا المنهج تم القبول به من الأطراف الأخرى فنحن، وأنا أستغرب يعني، أنا يعني للأسف يعني أنا ذكرت أني ساهمت في هذا الحقيقة، يعني الناس تقرأ في هذه الصحف، أنا الناس عندها مليارات، يا ريت هذه كانت تنحل من شخص واحد يملك هذه الإمكانيات الهائلة ويحل عسر هذه الناس ويكسب أجر في هؤلاء الناس ويدخل الجنة بعد أن أكل السحت الحرام من أموال الناس، في يعني على الأقل يخف عليه ذنوبه. كان ينبغي أن تقوم هذه الجمعيات أو يعني جهات جزء أو من هؤلاء الذين يتعاطفون عليه. مع هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل، وكان ينبغي أن يذهبوا مذهب آخر بدل من يهاجموا ليبيا. يعني بالإمكان تجميع يعني عتق رقبة بوسائل كثيرة من المتيسرين في هذا البلد، وهذه الدية تذهب لأهل الضحية. يعني وسائل الإعلام يجب أن تناشد هؤلاء بأن يقوم، وسائل الإعلام الملتزمة وكتابنا المحترمين يجب أن يقوم بهذا العمل، يناشدوا هؤلاء الناس المتيسرين أن يذهبوا، أن يأتوا إلى ليبيا وأن يدفعوا، يفكوا رقاب هؤلاء، وبذلك تدفع الدية لمن؟ للإدارات القضائية أم لعائلة الضحية؟ لابد أن يكون أهل الدم هم الذين يوافقون، وفي حالات لم يوافقوا ولم يكن وفق الأرقام اللي موجودة عندنا أن الأرقام التي لم توافق ليست عدد بكبير، لكن الأغلبية لديهم الاستعداد لقبول الدية. طيب إذا كانت هذه المسألة الخاصة فيما يتعلق بالإعدام، هناك قضية أخرى فيما يتعلق بمسألة العمالة. أنت شخصيا الذي قلت في مرحلة من المراحل أو أشرت إلى دراسة تتحدث عن أن آفاق التنمية الليبية، أن ليبيا لا يمكن لها أن تؤتي ثمارها إلا بوصول رقم تعداد الشعب الليبي إلى 15 مليون نسمة على الأقل العاملين اللي موجودين. دي دراسة أوروبية شرقية كانت اتعملت في وقت من الأوقات. إذن ليبيا تحتاج إلى أيدي عاملة. سؤال هنا، هل هناك تفضيل؟ كان هناك تفضيل وكان هناك فتح الحدود بين البلدين وعمالة بدون، هل هناك تراجع عن هذا السلوك، عن تلك السياسة في التعامل مع العمالة المصرية، وذلك بتعقيد الإجراءات الخاصة بدخولهم، المطالبة بتأشيرة الدخول، المطالبة بعقد عمل، المطالبة بوجود حد أدنى من الأموال؟ أليس هذا شكل من أشكال التعسير على عمالة مصرية يمكن أن تكون موجودة في ليبيا؟ هذه أيضا مغالطة أخرى، لا أحد يستطيع أن يتكلم عن التأشيرة، ونحن نرفض التأشيرة مع كل الدول العربية. منذ قيام الثورة أسقطنا كل الحدود المصطنعة اللي صنعها الاستعمار بيننا وبين الوطن الكبير. هذه أمتنا أمة واحدة، وعليها من العار أن تبقى هذه الحدود اللعين اللي صنعت الاستعمار، ومن العار احترامها وتقديسها، وهذا مبدأ. والأخ معمر شخصيا قام وداهم هذه البوابات، وكان على البوابة المصرية في شهر رمضان برضو في ليلة القدر ذهب بجراره وهدم هذه الحدود بيننا وبين مصر. ووصلنا مع مصر الشقيقة في مراحل السفر بالبطاقة الشخصية، وتدفق مئات الآلاف من أهلنا في مصر إلى ليبيا كبقية المواطنين الليبيين، يقيموا يعيشوا دون قيد أو شرط. ليس هناك حرية الإقامة والتنقل والتملك والعمل دون قيد أو شرط. الحقيقة لأن جاءت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة، هي ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فبدأنا تدق الأجراس، يعني مركب متهالك يدفع شبابنا آلاف الدولارات ليمتطوا هذا المركب المتهالك. عصابات المصرية